السلام عليكم. بعد الاستقلال كان اسم واحد بس كفاية إن هو يخلي مدينة كاملة ما تعرفش تنام، ويخليهم يقفلوا بيبان بيوتهم من المغرب. اسم غامض ظهر في الشوارع، ارتبط بجرائم غامضة، ولا حد شافه ولا حد لمحه. بومهراس، الجزائر الغالية على قلوبنا كلنا. صلى على النبي واسمع معايا الحكاية. دحو سعيد، طفل مولود في نهاية الأربعينات في الجزائر، اتربى في مدينة وهران، في حي فقير خالص، ناس غلابة كلهم وعلى قد حالهم. كانت فترة الاستعمار، كنا في نهاية الاستعمار. أبوه عنده محل عطارة، بيطلع من صباحية ربنا ما بيجيش إلا بالليل، بيجري على أكل عيشه، مش فاضي يعني، ما بيخشش بيته إلا كل فين وفين. قاعد في البيت مراته اللي هي الست أم سعيد والطفل سعيد. أم سعيد للأسف شغالة مشعوذة أو دجالة، زي ما هو كان منتشر أيامها. كان الشغل ده منتشر خالص، شغل الدجل وشغل الشعوذة، والناس كلها بتصدق فيه. طبعا بيئة فقيرة مش متعلمة، شغل الخرافات ده منتشر. فكان بيتها مفتوح للي رايح واللي جاي، اللي عايز يعمل عمل، اللي عايزة تجلب الحبيب وتأكله الزبيب، اللي هي الحاجات اللي بيعملوها دي، وكله شغل خرافات. فكانت أم سعيد بقى بتشتغل على إيه؟ الآلة بتاعتها بقى اللي بتشتغل عليها وبتحضر بها الأعمال السحرية، الهون، أو كما يسمى عند إخواننا وحبايبنا الجزائريين المهراز، بالمصري الهون. عارفين طبعًا كلنا الهون، اللي ما يعرفش الهون من الأجيال الجديدة، اللي هو حاجة حديدية كده أو نحاسية أو stainless أيًا كان، المهم هو زي طبق كبير أو حِلّة معدن، وبإيد معدنية شديدة برضه، باحط فيها الحبوب أو الحاجات اللي عايز أطحنها، زي الفلفل الأسمر، الكمون، أي حاجة عايزة تتطحن، وباحطها وبامسك إيد الهون الجامدة دي، وباقعد أدُق بيها لحد ما يتطحن. فطبعًا صوته عالي لإن معدن بيدُق في معدن، فبيعمل صوت مزعج. اتربينا وإحنا صغيرين على الهون ده. المهم، كانت الست أم سعيد الآلة بتاعتها اللي بتصنّع بيها المكونات بتاعتها هي الهون أو المهراز، شغّالة طول النهار دَق، اللي رايحة واللي جاية، والبيت مليان حريم ومليان ناس عايزين يعملوا أعمال، وهي بقى متخصصة، فشغّالة بالهون طول النهار. ابنها الصغير سعيد كبر واتربى على الصوت ده، صوت مزعج. هو الولد ما حبش الصوت، الصوت شغال في دماغه ليل نهار، يعني طول ما أمه شغالة سامع الصوت، حتى لمّا بييجي ينام سامع الصوت. كرهه، كره الصوت ده، وكره كمان الناس اللي بتيجي عشان أمه تعمل لهم الحاجات دي طول النهار، حريم رايحة، حريم جاية. الله يخرب بيوتكم، البيت ما بيفضاش. سعيد كره نفسه، اتربى في بيئة سيئة. أضف إلى ذلك إن أم سعيد كانت دايمًا بتعنفه وتزعّق فيه وتشخط فيه وتضربه، يعني الواد اتربى في بيئة سامة زي ما بيقولوا، وأبوه مش فاضي، مشغول في المحل بتاعه ليل نهار، ويكبر سعيد في البيئة السامة اللي اتربى فيها. بقينا في فترة الخمسينات عديناها، ودخلنا في فترة الستينات أول الستينات. كان سعيد كبر خلاص بقى شاب، يعني تقريبًا 16، 17 سنة. كانت أمه لسه بتعنفه وبتتخانق معاه وبتزعق له وبتشتمه. خلاص يا حاجة أم سعيد، ابنِك كبر، إن كبر ابنِك خويه. لأ، وفي أحد المرات اللي بتتخانق معاه جامد وبتزعق معاه جامد، سعيد خلاص جاب آخره، داخلة بتشتمه وبتضربه، إيد الهون قدامه أو إيد المهراز اللي هي شغالة بيها، وقام جاي ماسكها وقام جاي مدّي لها خبطة على دماغها، هي كانت القاضية. وقعت، ما حطّتش منطق، ماتت. ودي كانت أول جريمة لسعيد. طلع سعيد هَج بقى في الشوارع، ساب بيتهم وجرى، مشي. يا روح ما بعدِك روح، اتخلّصت من الست اللي كانت معذّباني واللي اتربيت على أذاها وعلى تعنيفها وعلى صوت الهون بتاعها، وخلاص أنا بعد العملة دي ما ليش عيشة في البيت ده. قعد سعيد متلطّم في الشوارع، من شارع لشارع ومن حي لحي. والدنيا أيامها البيئة الأمنية كانت ما فيش أمن وما فيش استقرار. كنا خلاص كنا بقينا في فترة ما بعد الاستقلال. طبعًا استقلال الجزائر كان تقريبًا 62.
هو كان الوضع ده كان بعد 62. اتبهدل سعيد في الشوارع وجاع، وهو قاعد مرة في الشارع، في مرة من المرات كده، إلا ويلاحظ الحريم اللي ماشية سواء مغطية وشها أو مش مغطياه، بس لابسين دهب، دهب كتير، يعني عقد دهب كده كبير كده، لا غوايش كتير، لا مثلا في رجليها هتلاقي خلخال بيرن. وأيامها كان الدهب بالزاف زي ما بيقولوا اخواننا الجزائريين، دهب كتير والدنيا رخيصة. ودارت في دماغ سعيد إن هو يسرق الدهب ده من الستات دي ويبيعه يعيش بيه. يعمل إيه وهو ماشي من قدام محل زي ما بيقولوا بتاع أدوات منزلية، يعني بيبيع الحاجات اللي بتستخدمها الحريم في المنازل، صحون وأطباق وكلام من ده. إلا ويلفت انتباهه المهزار اللي هو الهون. قال له حبيبي هو أنت هنا؟ عشرة عمر، ده أنا متربي معاك. ويغفل الراجل صاحب المحل والمهزار ده محطوط بره، ويسرق الإيد بتاعته، ويفضل يلف في الشوارع لحد ما يلاقي واحدة ماشية في خن صغير كده، حارة صغيرة ما فيش فيها أي حد. دخلت فيها ويخش وراها ويغفلها مرة واحدة بخبط على دماغها من ورا. هي كانت الخبطة تخصص، تطب الست مكانها ميتة. بسرعة يقوم جاي سارق الدهب منها وطلع جري اختفى. ولا حد شافه ولا حد حس بيه. شوية شوية وطور العمل، قال لك بدل ما حد يشوفني في الشارع، علينا وعلى البيوت. بس كان واخد باله قوي، بقى يراقب الست اللي لابسة دهب وهي بتتحرك وتخش البيت، يعرف بيتها، يفضل مراقبها يوم واتنين لحد ما يعرف مين اللي في البيت ومين اللي مش في البيت، وينتهز الفرصة في الوقت اللي هو عارف إنها موجودة في البيت لوحدها ويخبط. إيه يخبط؟ أيوه يخبط، ومعاه المهزار بتاعه بس مداريه. خبط، الست فتحت. تتخيل يقول لها إيه؟ يقول لها أنا موظف شركة الكهرباء، ممكن أقرأ العداد؟ أيامها كان العدادات لسه جديدة، وعمل نفسه موظف حكومي في شركة الكهرباء. اتفضل العداد أهو. يخش، هي يا دوب تدي ظهرها من هنا وهو يطلع المهزار بتاعه وخبط على الدماغ من ورا، تنزل. يسرق الدهب بتاعها ويختفي، لا من شاف ولا من دري. جريمة تانية، جريمة تالتة، جريمة رابعة. الناس اتجننت. هو ايه اللي بيحصل؟ حريمنا بتتقتل في بيوتنا وبتسرق الدهب بتاعها، ولا حد شاف ولا حد حاسس بحاجة. يا إما واحدة اتقتلت في بيتها، يا إما في الشارع، ونفس الكلام محدش شاف. طب ازاي؟ فضل شغال سعيد على هذا الوضع لحد ما موت 20 واحدة في المرة ال21. وهي دي كانت نهاية سعيد بومهراز. أطلقوا عليه بقى بومهراز بعد كده، اللي هو اللقب بتاعه، اللي هو صاحب إيد الهون يعني. خبط على الست، قراية عداد شركة الكهرباء، قال له تعال اتفضل. هو راح عند العداد وهي بتتلفت بتدي ظهرها، هو قام جاي مطلع المهراز ولسه هيخبط، إلا والست اتلفتت، فادت نفسها في لحظة، ربنا كتب لها عمر، وجريت دخلت من ورا ستارة، ورا الستارة دي في باب تاني للبيت، وخرجت من الباب التاني. والحقوني حرامي هيموتني، حرامي هيموتني. الناس اتلمت في لحظة. كان في قريب منهم محل بتاع خضروات، فالراجل كان سريع البديهة فاتلفت مرة واحدة على الصوت، الصوت جاي من البيت دون، ودخل يشوف في ايه، وجايب معاه وزنة من اللي بحطها على الميزان، وزنة حديد، وزنة كيلو، شايلها في ايده احترازا لما سمع كلمة حرامي هيموتني. الا وسعيد دون طالع من البيت يجري، وده قام جاي مقابله بالوزنة اللي في ايده، طق في دماغه. جت في دماغ سعيد، نزل، نزف واغمى عليه. المهم الاهالي اتلموا، مسكوه، جابوا له الشرطة. ايه اللي حصل؟ تعالي يا ستي، ده في ايده هون، في ايده مهراز، وكان عايز يخبطني بيه، عايز يموتني. قال له هو انت، هو ده بقى اللي انت كنت بتموت بيه؟ تعالى، انت اللي قتلت كذا، انت اللي قتلت كذا، اللي هي الجرائم اللي قبلها. وسعيد قال لهم هو انتوا بتقولوا واحده ولا اتنين ولا تلاته ولا اربعه؟ ده انا قاتل 20 واحده في الحته الفلانيه والحته الفلانيه والحته الفلانيه، وقعد يعد
أخيرا اتمسك بومهراس، والناس ارتاحت وقدروا يحلوا اللغز اللي فضل مستمر معاهم فترة. جننهم، جنن المدينة بحالها. الناس فعلا كانت في رعب، سواء ماشية في شوارع في رعب، سواء قاعدين في بيوتها في رعب، جرائم غامضة ولا حد شافه ولا حد حس بيه. ويتحكم على أبو مهراز بالإعدام سنة 66 بعد ما قضى سنة في السجن، ويتنفذ عليه الحكم رميا بالرصاص جزاء لما اقترفت يداه من إثم وذنب. ربنا يحفظ لنا الجزائر ويبارك فيها. شعب طيب جميل، عقبة بن نافع وعبد الرحمن الداخل، قيادات وفاتحين عظام بصراحة يعني، مؤسسين دول ومؤسسين جيوش. وطبعا ما ننساش موقفهم مع مصر سنة 73، والدعم المادي اللامحدود ودعم طيارات السخوي، شراء طبعا صفقات أسلحة، والدعم المعنوي والدعم اللوجستي. يعني بصراحة وقفوا وقفة جامدة في 73 مع مصر، كحال معظم الدول العربية. ما ننساش طبعا المملكة. عشان كده انتصرنا، وهو ده حل الوطن العربي. احنا كعرب كأخوة لما نقف مع بعض موقف راجل واحد، والله ما حد يقدر علينا. ربنا يجمع شملنا ويجمعنا على كلمة واحدة، وينصرنا وينصر إخواتنا المستضعفين في كل مكان يا رب. ودي كانت نهاية حكايتنا، والسلام عليكم ورحمة الله.